واخيرا الفيديو المنتظر، شوكولاتة دبي راهي تغطي الاسواق الجزائريه، واليوم راهي موجوده في ولايتي، ولايه برج براريج. واكيد في قناتكم قناه همسة ليليان راح نشارك معكم هذا الترند العالمي ولا هذا الضجه العالميه اللي راهي دايرتها شوكولاته دبي، وراح نعطي لكم رايي فيها بصراحه، لاني صراحه هذا الفيديو استنيته عندي بزاف باش نشارك معكم هذا الشوكولا، وبما انها موجوده في ولايتي اكيد راح نشارك معكم هذا الفيديو. راح نتكلموا اول حاجه على الضجه اللي راهي دايرتها هذا الشوكولا اذا كانت تستاهلها، وثاني حاجه بالنسبه للسعر تاعها لانه السعر تاعها راه خيالي. كنت لهنا نزلت للاسواق لهنايا في ولايتي، ولايه برج بعراريج، ولهنا جبت لكم كل الانواع ولا كل الاذواق الخاصين بشوكولاته دبي، وراح نجربوها ونعطي لكم رايي فيها بصراحه. قبل ما راح نبداو الفيديو حبايبي ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش هكذا يوصلكم كل جديد راح ننزلو. ويلا مع بعضنا نتذوقوا شوكولاته دبي. واول نوع اللي راه موجود يعني هنايا بكثره واللي راه كيما نقولوا داير ضجه، اكثر نوع راه داير ضجه اللي هو هذا النوع يقول لك بالكنافه، بزاف مليح، وهو النوع الاول اللي راح لهنا نجربه معكم وراح نقول لكم رايي بصراحه. اول حاجه لازم نتكلم عليها بكل صراحه ونكون صادقه فيها، لانه لهنايا الريحه فيها راهي تهبل، فيها واحد الريحه لهنايا تاع الشوكولا بزاف قويه. شفتوا هنا كيما نجيبوا القهوه هكا ودخلوها للدار تحسوا بلي راهي كاينه قهوه في الدار. الوغ نفس الشيء بالنسبه لشوكولاته دبي، كتدخلوا لهنا الشوكولا راهي كاينه شوكولا في الدار وراهي ريحتها موجوده بكثره. هذه اول حاجه باش نكون صريحه فيها. وراح نبداو لهنا النوع الاول راح نذوقوه مع بعضنا وراح نقول لكم رايي فيه. قبل ما راح نفتح الشوكولا رقم واحد لهنايا راح نقول لكم على الاسعار تاع لهنا الشوكولات اللي كنت جبتهم اللي هما يديروا مليون، يعني 980 مليون لهنايا الانواع الربعه، وكل يعني نوع عنده السعر تاعو وهذه الغاليه فيهم. الوغ لهنا راح نفتحها معكم وراح نشوفوا ديجا راني انا الاولى راني متشهيه باش نفتحوها. الوغ راح نشوف لهنايا اذا تستاهل ولا لا. عجبني لهنا لومبالاج تاعها، شوفوا واو، شوفوا واو 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 واو. واحد الريحه لازم نذوقها. شوفوا باش نعطيكم رايي فيها بصراحه. هذه الاولى هي صراحه شوكولا عاديه، شوكولا عاديه، ولكن كي راهي معمره لهنايا بالمكسرات وهذيك تجيك ثقيله شويه. اللي يحبوا الشوكولات ويحبوا لهنا المكسرات، انا سمحوا لي نبلا، اللي يحبوا لهنايا الشوكولات والمكسرات راح تعجبهم لهنايا، ولكن هي ما تستاهلش كل هذا الضجه لانها عاديه جدا. شوكولا فيها المكسرات بكل صراحه ما تستاهلش هذاك الثمن. هذه الاولى انا ما عجبتنيش بزاف وصريحه فيها. ولا هنايا هذا النوع الثاني، الوغ راه نفس اللي نشوف فيه بلي راه نفسه لهنايا جايب الشوكولا لهنايا وبالمكسرات. شوفوا ريحتها راهي دايره حاله. انا ولا غير هذه جاتني نورمال باك، مش زعما يا للدرجه هذا الضجه اكل وهذا الثمن اكل، يعني عادي شوكولا معمره بالمكسرات. الوغ لهنا نزيد نحل هذه. وش هو الحاجه المليحه فيها لهنا لومبالاج فيها والريحه ثاني اللي راهي بزاف مليحه. الوغ نزيد نحلو هذه، هاي لكم من لهنايا نزيد نذوقها. هذه خير من الاخرى لانه هذه راهي جايه بزاف معمره بالمكسرات، وهذه راهي خفيفه ما فيهاش مكسرات بزاف. هذه جاتني خير وخير صح، بنينه هذا النوع بنين بزاف. وراح نوري لكم ثاني هذا النوع، وهذا النوع الثالث كما راكم تشوفوا لهنايا يقول لك بلي راه ستيلو كي البقلاوه ومخدوم لهنايا بالبيستاج. دوكا لهنا نذوقوا نعطيكم رايي بكل صراحه. شوفوا لهنايا لومبالاج تاعها بزاف مليح، لان الخدمه تاعهم بزاف مليحه. الوغ هنايا نفتحها
وهاي لكم لهنا بعد ما فتحتها راح نحلها ثاني هنا على زوج. اوب، وراح نذوقها. مخدومه صح كالبقلاوه، ولكن الصراحه والله شوكولات عاديين ما يستاهلوش هذا الضجه الكل. الوغ راح نوري لكم هذا النوع الرابع. هذا راه مخدوم في ولايه برج بعراريج. ثاني حبيت لهنا نشوفوا اذا راه قريب لهنايا الشوكولا تاعهم ولا لا، انه كاينين بزاف راهم يديروا هنايا الشوكولا تاع دبي وراهم يبيعوا فيها. نشوف لهنايا هذا النوع اذا كان راه قريب للشوكولا دبي يعني الاصليه ولا لا. الوغ هذا راه تاع ولايتنا، وراه السعر تاعو لهنا كيما راكم تشوفوا هاو يدير 180. شوفوا هنا كيفاش دايره. لومبالاج تاعها هذا تري سامبل، ولكن دوكا لهنايا نشوفوا الذوق. انا خليتها لهنايا بالعاني باش تذوب لي شويه، باش كي نفتحها لهنايا راح تبان لي مليح. شوفوا لهنايا نحلها معاكم. لهنا في البدايه راه كاين اختلاف. شوفوا لهنايا اللون لهنايا تاع الشوكولا الاصليه، وشوفوا لهنايا هذا اللون. الوغ دوكا لهنايا نشوفوا هذه اذا كانت مليحه والله لا. لا صراحه ما تشبهش الشوكولا تاع دبي، باش نكون صريحه. ان شاء الله يا ربي ما يزعفوش مني، ولكن والله هذه عندها اختلاف كبير على هذه. هذا هو رايي بكل صراحه في الشوكولا تاع دبي. كنت جربت معكم لهنايا الانواع الموجوده في السوق. الصراحه اكثر وحده يعني عجبتني اللي هي هذه، تحسوها بنينه ومليحه وتري سامبل ماشي ثقيله. هذه حسيتها ثقيله بزاف معمره. الوغ تاع برج بعراريج انه حاسه ما تشبهش خاص شوكولاته دبي. ممكن تكون محشيه لهنايا بانواع من المكسرات، ولكن ماهيش كي شوكولاته دبي. هذه فاني جاتني تشبه لهنايا البقلاوه، حاجه مليحه. وهذو هما الانواع اللي جربناهم. اتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، وانتم قولوا لي واش من النوع اللي عجبكم. اذا كنتوا جربتوا الشوكولا تاع دبي اعطيوا لي انتم ثاني رايكم فيها في التعليقات. وان شاء الله يا ربي نلقاكم ديما بخير. نقول لكم حبايبي في الملتقى ان شاء الله.